مش هتصدقني لو قلتلك إن في ناس بتعيش حياتها كلها في أماكن عمرك ما تخيلت إنها موجودة تحت الأرض. مدن كاملة من غير شباك، من غير شمس، من غير حتى هوا نظيف. وأكتر حاجة مرعبة إن الأماكن دي لسه شغالة لحد دلوقتي، ولسه فيها ناس بتتنفس. أهلا بيكم في 5 جنان. تخيل كده تبقى قاعد في بيتك في قرية هادية جدا، وفجأة تقرر تكسر حيطة في البيت علشان توسع أو تصلح، لكن بدل ما تلاقي تراب وطوب تلاقي فتحة غريبة، وفجأة تكتشف إن الفتحة دي بتوصلك لمدينة كاملة تحت الأرض. وده فعلا اللي حصل سنة 1963 في قرية اسمها ديرنكويا في منطقة نوشهر وسط تركيا. الراجل اللي كان بيجدد بيته بالصدفة اكتشف واحدة من أضخم وأغرب المدن المدفونة في العالم، مدينة محفورة بالكامل جوه الصخر البركاني. والمفاجأة بقى إن اللي اكتشفه ما كانش أوضة ولا نفق صغير، دي كانت 18 دور تحت الأرض، مدينة متكاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. واللي كان موجود جواها غرف للنوم ومعابد ومطابخ وأماكن لتخزين الأكل، وأماكن كمان للماشية علشان الناس كانت بتربي الحيوانات تحت الأرض. ده غير فصول تعليمية وكنايس صغيرة، وفيها ممرات ضيقة جدا عشان لو العدو هجم يقدروا يدافعوا عن نفسهم. ده غير إن التهوية كانت معمولة بطريقة عبقرية، 52 فتحة تهوية ممتدة من سطح الأرض لحد أعمق دور علشان الهواء النظيف يدخل لكل جزء في المدينة. وكل دور متصمم بعناية عسكرية علشان لو حصل هجوم السكان يقدروا يهربوا لتحت، ويقفلوا أبواب حجر ضخمة اسمها أبواب الطاحونة، ووزنها لوحده 500 كيلو ومستحيل تتفتح من بره. مدينة درنكويا ما كانتش مكان سكن دايم، كانت أشبه بملجأ ضخم كبير. فالأتراك زمان، خاصة المسيحيين الأوائل، كانوا بيتعرضوا لهجمات كتير من الغزاة، فكل مرة يحصل خطر كانوا بينزلوا يستخبوا تحت ويعيشوا بالأسابيع والشهور، ويفضلوا قاعدين في الضلمة لحد ما الخطر يعدي. والرعب الحقيقي إن درنكويا ما كانتش الوحيدة، في أكتر من 200 مدينة تحت الأرض في نفس المنطقة، بس درنكويا كانت هي الأكبر والأكثر تنظيماً، وكأنهم فعلاً كانوا بيخططوا يعيشوا طول حياتهم تحت الأرض. المدينة دي دلوقتي بقت مزار سياحي، الناس بتنزل تزورها وتشوف العالم السفلي اللي عاش فيه آلاف البشر، بس أغلب المستويات تحت الأرض لسه مقفولة وممنوع الدخول ليها، لأن محدش لحد النهاردة قادر يضمن إنك ممكن تخرج لو دخلت. ومن الحضارات القديمة لأغرب واقع مخفي تحت مدينة كل الدنيا بتعرفها. لما تقول لاس فيجاس أول حاجة بتيجي في بالك هي الكازينوهات والحفلات والشوارع اللي دايما منورة، مدينة حرفيا ما بتنامش. تحت الأرض اللي فوقها بتترش فلوس بالملايين، في عالم تاني موجود تحت، أنفاق الصرف اللي اتبنت علشان تمنع الفيضانات اتحولت لبيوت. وأنفاق المجاري دي موجودة من أكتر من 30 سنة. لاس فيجاس موجودة في منطقة صحراوية، بس لما المطر بينزل فجأة وبغزارة. علشان كده الحكومة بنت شبكة أنفاق ضخمة بطول أكتر من 600 كيلومتر تحت المدينة علشان تصريف المية وقت المطر. بس مع غلاء الإيجارات والبطالة والإدمان والناس اللي فقدت بيوتها، الأنفاق دي بقت ملجأ. الصحفي الأمريكي مات أوبرين كان أول واحد يفتح الملف ده، ونزل بنفسه سنة 2002 للأنفاق، ولاحظ حاجة مرعبة: في أكتر من 1000 شخص عايشين تحت في الجحيم ده، اللي فقد شغله واللي هربان من الشرطة واللي عنده مشاكل نفسية واللي كان عايش فوق وخسر حرفيا كل حاجة. ده غير إن بيحصل وفيات كتير جدا بسبب الفيضانات اللي بتحصل فجأة. أحيانا الشرطة بتعمل مداهمات وتنظف الأنفاق وتطرد الناس، بس للأسف بيرجعوا تاني لأن مفيش بديل حقيقي. ولو كنت بتتمشى في شوارع باريس اعرف إنك ممكن تكون حرفيا ماشي فوق 6 مليون جمجمة. ففي القرن ال 18 باريس كانت بتواجه أزمة مرعبة. المقابر القديمة في وسط المدينة بقت مليانة عن آخرها، الجثث كانت بتدفن فوق بعضها والروايح بقت تطلع من تحت الأرض. حرفيا كانت باريس بتغلي بجثثها، والحل كان نقل العظام كلها من المقابر وتحويلها لمكان تاني. السلطات قررت تستخدم شبكة أنفاق قديمة مهجورة تحت باريس، كانت جزء من مناجم حجرية زمان، وبدأوا ينقلوا العظام على مراحل من سنة 1786 ولسنوات بعد كده. بس النقل ما كانش عادي، كانوا بيرتبوا الجماجم والفقرات والعظام كلها بشكل فني. يعني تمشي في الكاتاكومب تلاقي حيطان معمولة من جماجم وأشكال هندسية مرعبة معمولة بالعظم،
وتحت كل جزء في لافتة مكتوب عليها سنة النقل أو اسم المقبرة الأصلية. الأنفاق اللي تحت باريس بالكامل بتوصل لأكتر من 300 كيلومتر، لكن الكاتاكومب المفتوحة للزوار دلوقتي حوالي 2 كيلومتر بس. وبالرغم من كده الناس بتضيع فيها حرفيا، وفي حالات ناس دخلوا وما خرجوش تاني. وفي فيديو شهير من التسعينات لراجل كان بيتصور جوه الكاتاكومب وفضل يمشي لحد ما بدأ يتوه، والكاميرا بتصور لحظة بلحظة لحد ما وقعها ومحدش شافه تاني. والمرعب إن مش كل الناس بتروح تستكشف، في طقوس عبادة غريبة جدا، طلاسم وجماعات بتقضي ليالي كاملة وسط العظام. ولو تفتكر زمان وانت بتسمع عن الحرب الباردة، الصين وقتها كانت عاملة حسابها على الأسوأ، وقالوا لو أمريكا ضربتنا بقنبلة نووية احنا هنبقى جاهزين. والنتيجة كانت إن الصين بنت مدينة كاملة تحت الأرض، مدينة فعلية تحت العاصمة بكين، والاسم الرسمي ليها هو ديكسيا شانج، يعني حرفيا المدينة تحت الأرض. سنة 1969 حصل توتر شديد بين الصين والاتحاد السوفيتي، وكان في احتمال حقيقي لحرب نووية. والرئيس الصيني ساعتها قال جملته الشهيرة: لو قامت حرب نووية الشعب لازم ينجو ولو حتى تحت الأرض. ومن هنا بدأوا حفر مدينة ضخمة تحت بكين، الهدف منها إنه يكون ملجأ نووي لملايين المواطنين، وفي مية وكهرباء وتهوية ومدارس ومستشفيات ومخازن للأكل. لكن الحمد لله الحرب النووية ما حصلتش، ومدينة ما تمش استخدامها في الطوارئ. لكن مع الوقت بعد أجزائها اتفتحت للعامة وتحولت لمناطق سكنية رخيصة. ونروح لبولندا ومكان اسمه فيليتشكا، وده مش مجرد منجم ملح، ده مدينة كاملة تحت الأرض محفورة في قلب صخرة من الملح الصلب، ممرات، كنايس، تماثيل وقاعات حفلات، وكل حاجة معمولة من الملح حتى النجف. القصة بدأت من القرن ال13 لما اكتشفوا إن في جبل تحت الأرض مليان ملح صخري، وبدأوا يحفروا فيه علشان يستخرجوا الكنز الأبيض اللي كان أغلى من الذهب في الزمن ده. بس العمال هناك ما اكتفوش بالحفر بس، قالوا بما إننا تحت الأرض طول النهار ليه ما نعيش هنا كمان؟ والنتيجة إن بدأت تظهر قاعات ضخمة محفورة بالكامل في قلب الجبل. والغريب بقى إنهم حولوا المكان ده لحاجة تشبه القرى، عملوا كنايس ضخمة فيها مذابح وتماثيل بالكامل من الملح، ده غير الممرات والمصاعد اللي بتنقلك من مستوى للتاني، وبحيرات مالحة جوه الأرض. وعملوا تماثيل بتمثل مشاهد من التاريخ البولندي. وواحد من أشهر القاعات هناك اسمها كنيسة القديسة كينجا، طولها أكتر من 50 متر وكلها محفورة بإيد بشر من غير ولا مكنة. وأغرب حاجة في المكان ده إن الهواء جوه نظيف جدا وغني بالمعادن، وبيتقال إن في جلسات علاج بتتعمل للناس اللي عندهم مشاكل في التنفس. وعشان كده المكان بقى مزار سياحي عالمي، وبيزوروا أكتر من 1.5 مليون سائح في السنة، ومن كتر جماله وغرابته دخل قائمة اليونسكو للتراث العالمي. لو وصلت معانا لحد نهاية الحلقة بنشكرك جدا، وأوعدك إن اللي جاي هيبهرك أكتر بكتير.